المهم هذا الفيديو مهم جدا. يلا بسم الله. اكسيون. فهاد الفيديو محتاجينك بزاف، الراي ديالك ومساعدتك غادي دير فرق كبير. عافاك الا ما كملتي الاخر. تاريخ المغرب من اكثر الاشياء في الدنيا اللي ممكن توحد وتجمعنا كاملين كمغاربه. تاريخ اللي عاشوه جدودنا قرون وقرون وكونوا فيه دول وممالك اللي كانت في واحد الوقت عندها تاثير كبير في العالم. مثلا في القرن 17 شكسبير كتب على شجاعه وعظمه برنس اوف مروكو، وقال على لسان احد شخصياته في مسرحيه تاجر البندقيه: قسما بهذا السيف الذي قتل شاه إيران وذبح أميرا فارسيا وانتصر على السلطان سليمان في 3 معارك، إني لمستعد لأظفر بك يا سيدتي. تاريخنا كمغاربة قديم وكشكل العمود الفقري ديال الهوية ديالنا، ولكن مع الأسف الأبحاث العلمية قليلة فيه ومتوفرش بالشكل اللي كيليق بالمجد والدروس اللي خلاو جدودنا. هذا علاش قررت بشراكة مع الدكتور محمد نبيل مولين هذه 4 سنين أن نصوبوا سلسلة كتدوي على تاريخ المغرب بطابع فني رائع، سلسلة وثائقي فني كتكون من 8 ديال الأجزاء، ويلا خرجنا الجزء الأول ديالها هذه 3 سنوات، واللي كاين في قناتكم أجي تفهم، ولقى متابعة واهتمام خيالي ما كناش متوقعينه، وكيبين الحاجة الكبيرة عندكم لمعرفة تاريخ بلادكم. السلسلة مدبلجة ل4 لغات، بالإنجليزية والفرنسية وعما قريب الإسبانية. كل جزء هو عبارة عن حكاية كتراعي الدقة الأكاديمية والصناعة الفنية عالية الجودة. الدكتور محمد نبيل مولين كيدير البحث الأكاديمي من الأول، يعني كيجمع المصادر والوثائق اللي غادي تخدم الحلقة، وكيبحث عليهم في أرشيفات دول بحال فرنسا، إسبانيا، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. للاطلاع على هذه الأرشيفات أغلب الوقت يكون فقط حصري للباحثين، وبعض الأحيان دكتور كيطيح في وثائق أول مرة تعرف هذه القيمة ديالها من بعد ما تخزنت. مثلا معاهدة لالا مغنية اللي تسنات ما بين فرنسا والمغرب عام 1845، النسخة العربية منها يلا تصنفت وتعرفت وسط من الكم الكبير ديال الوثائق اللي كاينين في الارشيف الفرنسي. والسبب هو البحث اللي دار الدكتور نبيل مولين لانجاز الجزء الثاني من السلسله اللي كنعاود لكم عليها، وهذا فعلا انجاز اكاديمي اللي كنفتخروا به حنا كاملين كفريق عمل. هذه المرحله من البحث كتطلب منا مجهود اكاديمي ومادي كبير، لانه كل نسخه ديال الوثائق باش تخرجها من هذه الارشيفات كتخلص عليها، والوثائق اللي كنحتاجوا في كل حلقه فعلا كثار. هذه الوثائق اللي كيدوز من مراحل فنيه اللي كتطلب فريق عمل كبير، من الاداء الصوتي باللغات الفرنسيه الاسبانيه الانجليزيه الدارجه، والرسم من المراحل ديالو كامله، والتحريك بالانواع ديالو، زائد الاخراج، وهذا الشيء كامل كيراعي ادق التفاصيل التاريخيه، لا من ملامح الشخصيات واللباس ديالها وحتى الديكور، بالاضافه حتى التاليف الموسيقي من عند الفنان امين العمراتي، لا هو لا فريق العازفين اللي معاه اللي كيسهروا في كل جزء انهم يصوبوا لنا موسيقى كتراعي الاحداث والحقبه التاريخيه وحتى الجو العام بطابع مغربي اصيل. ومن بعد كل جزء نشر على اليوتيوب تيخرج كتاب فيه المصادر وتفاصيل اكثر على الاحداث اللي ذكرنا في ذاك الجزء. وسلسله الكتب الاولى سميتها حدود المغرب الشرقيه، والكتاب تيخرج بلغتين، الفرنسيه والعربيه وقريبا الانجليزيه. الكتاب تيكون باسلوب سهل وفيه تفاصيل كثيره ما كناش نقدروا نذكروها في الجزء. باختصار الخدمه اللي درنا واللي بغينا نكملوا هو عمل اكاديمي فني عالي المستوى، ممكن ينافس عالميا وكيليق بالذوق وتاريخ الشعب المغربي. الاشكال اللي كاين واللي خلانا كفريق عمل نصوروا هذا الفيديو هو تمويل هذه السلسله. قبل لا نصور هذا الفيديو طرقنا جميع الابواب على مدار هذه 3 سنين كامله باش نلقاو تمويلات لهذا الجزء الثاني، ومع الاسف ما نجحناش في هذه المهمه بالشكل المطلوب، لانه تمويلات بحال هذا النوع ديال الاعمال تكون شويه ثقيله وضخمه. هذا علاش كنتوجهوا لك انت هو الامل الوحيد اللي بقى لنا باش ننجحوا هذه السلسله، والطريقه سهله جدا عن طريق تمويل تضامني اللي اليوم قانوني في المغرب. غادي تلقى لتحت سواء في الوصف ديال الفيديو او في التعليق رابط اللي ممكن تساهم به انت لانجاز هذه السلسله، وغير من بلاصتك وسور بلاص، وتقدر تساهم بالمبلغ اللي قدرتي عليه واخا يكون صغير ما تحقروش. وإلا صدق هذا التمويل كان واعدكم وعد شرف بعمل غادي يبان في الجزء الثاني، غادي يبرد لكم الغديد كما يجب، وان شاء الله غادي تكونوا فخورين به كمغاربه، وغادي يكون مدبلج على الاقل 3 لغات، اسبانيا الفرنسيه والانجليزيه بالاضافه للغه الاصليه الدارجه، وهكذا اغلب العالم غادي يولي
اللي يعرف تاريخنا مزيان كما هو، وغادي ندافعوا كاملين على القضيه الاولى ديالتنا كمغاربه واللي هي الصحراء واللي داخله في لب هذه السلسله. وغادي تكون انت اللي كتفرج فيا دابا هو المحرك والسبب اللي غادي يخرج للوجود هذه السلسله الاكاديميه الفنيه اللي غادي تبقى مرجع للابد لاجيال واجيال ديال المغاربه جايين. يعني انت ولادك غادي تكون سبب في معرفتهم ببلادك، وهذا الشيء فقط بجيست بسيط ممكن ديرو دابا وانت جالس بلاصتك متيقن من الدعم ديالك. كون جزء من هذا الحلم. تهلا.